تعالى يا صاحبي اقول لك على معصية لو بتعملها تخلي الحسنات بتاعتك كلها تتمحى، حتى لو كنت بتصوم وبتصلي وبتحج. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وحذرهم من المعصية دي وقال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهاما بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا جدا من الأمر ده وقالوا: يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. الصحابة رضي الله عنهم شكوا في نفسهم، ما بالك بينا احنا يا اخويا. فالصحابة سألوا: يا رسول الله مين الناس دي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. الناس دول يا صاحبي بيقيموا الليل، اسمع بقى كده: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهي دي يا صاحبي المعصية اللي تخلي كل حسناتك تتمحى، حتى لو كنت بتصوم وبتصلي وبتزكي. نسأل الله العافية. ولكن يا صاحبي أنا عايزك تتخيل إن الناس دول جايين يوم القيامة في أرض المحشر يجر وراهم جبال حسنات ويجعلها الله هباء منثورا، شوية تراب بيطيروا في الجو. طب نخش في تفاصيل الناس دي شوية عشان نحذر إن احنا نكون منهم. زي ما قلت لك يا صاحبي، الناس دول بيصلوا وبيزكوا وبيحجوا كمان. لكن إيه كلمة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ أول ما بقى لوحده ما عملش حساب لنظر الله عز وجل ووقع في المعصية. هي دي يا أخويا، هي دي ذنوب الخلوات المدمرة. عارف ان كل واحد ليه ذنبه اللي بيجاهده واللي مدمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الامر في الحديث. لو تاخد بالك يا صاحبي، انا قلت اللي بيجاهده، والمجاهدة هنا انك تجاهد حق المجاهدة، يعني ما تمسكش على نفسك. لان الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم دول ربنا يهدينا ويهديهم، هو عاجبه الامر ده، هو عاجبه الوضع على كده، عاجبه ان هو يظهر شخص تقي وصالح وما شاء الله عليه، الناس بتحكي وبتتحكى بيه. ولكن لما بيكون لوحده يكون حاجة تانية خالص. الفيديو ده يا صاحبي تذكير ليا قبل ما يكون ليه اخر كلمتين نختم بيهم الفيديو. ذنوب الخلوات هي اصل الانتكاسات، طاعات الخلوات دفعة في الدرجات. فبس كده، اوعى تنسى تصلي على النبي، وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. وعايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية والاسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.